اللي خرج بهذا الكلام ديال التجه نحو القصر الملكي. ليس النظام الجزائري. وغا بلاتي لا، بن قرينة هو هو اليوم محامي للنظام وكان مدافعا شرسا ورا اليوم حول الانتخابية. وهو رئيس ورا حزب اليوم التيار وهو ورا رئيس حزب التيار. تفضل. وراهم قاموا بالتكريم ديالو اليوم، شفتيه ولا ما شفتيهش؟ اي تكريم؟ وعلى اي على اي هو اساس داكشي. التكريم؟ ايوا هاد التكريمات اللي على اي اساس خصك تعرفهم انت. انا شفت غير التكريم ديال بن قرينه كحله. بن قرينه لهذا انا وصفتهم بحمير السلطه. لذلك نزيدك حاجه اخرى. اولا اذا تم تكريمه وغا فهو من بلاتي حمير السلطه. انا اقول لك في الجزائر هو من حمير السلطه. واخا زيد حاجه اخرى. اولا فاش كتهضر على هذا التيار الاسلامي، حنا ما كيخلعناش، حنا ما كيخلعناش. انتهينا منه. وغا بلاتي وغا اسمعني. لا، حتى نقول لك حتى حنا انتهينا منه، حنا اصبح من الماضي يعني. وغا اسمعني. لا، انا نقول لك سي كمال وكمل. حنا نكلنا به. تفضل. يعني حتى على يخلعنا ولا ما يخلعناش، انا فقط اعطي رايي وليس معناتها انه يخلعنا. حنا نكلنا به ودسنا عليه يعني حتى اقول لك. ولكن هذا مجرد راي في هذا التيار. هذا التيار يا اخي الكريم، من قال لك اننا لم نعطيه الفرصه في الجزائر؟ اعطيناه الفرصه وحكم البلديات، استولى على البلديات. ماذا فعل بالبلديات؟ هناك في كل بلديه، سواء في كل دول العالم، هناك ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي، وهو موجود في كل بلديه، يعني من المواد الاساسيه في حاله الازمات، الزلزال، الحريق او الفيضان. فإذا بهم خرجوا هذا المخزون الاستراتيجي إلى الأسواق العمومية، يبيعون فيه بثمان يعني ثمان يعني رخيصة، ويقول هذه هي الأسواق الإسلامية. متى كان اوكي. وخلينا الاقتصاد الإسلامي. تفضل باش نتفاهموا لانه لو ندخل معك في هذا الموضوع لنا تجربه. تفضل سي كمال. اولا فاش كتهضر كتقول نتوما لنا تجربه مع هذا التيار. خلينا نوضح لك. فاش كتقول انكم نكلتوا بهذا الحزب الاسلامي في التسعينات، ثم نكلتوش بالحزب الاسلامي، ثم نكلتوا بالديمقراطيه في البلاد. ابدا، لا ابدا. وخليني نهضر انهم اخذوا البلديه خليني نهضر. يعني نتوما نكلتوا بالديمقراطيه في بلادكم، هذه الاولى. ثانيا، هذه الديمقراطيه اللي نكلتوا بها ضربتوا حتى في ذاك الجزائر المدنيه، لان حتى اختيار الشعب ما احترمتوهش. اما حنا هنا فاش كنجيو لهاد الاسلامويين عندنا في المغرب، هادو كيقول لك اسيدي الدستور المغربي عندنا حريات، حريه الراي، حريه التظاهر، حريه التعبير. النظام المغربي ماشي نظام. وغير بلاتي النظام المغربي ماشي كمال. وخليني نكمل. تفضل. النظام المغربي ماشي نظام ديكتاتوري. الا مشات منعهم المغرب غادي نعرف ان الديكتاتوريه عندنا في البلاد. وانما فاش المغرب كيعطيوهم يعبروا على الراي ديالهم كتولي هنا الديمقراطيه. هنا شنو كيوقع؟ هاد الاسلامويين كيخدموا واحد الاجنده، ولكن كتولي الدوله انها تحافظ على الديمقراطيه وتحمي الامن د بلادها. هما شكون كيستهدفوا الشعوب. اذا حنا كنشوفوا النظام المغربي حتى وان كانت واحد الاجنده فهو كيقوم بامن المغرب، لانه نشر واحد التوعيه في المغاربه، كاين واحد الوعي سياسي، واحد الوعي دبلوماسي. فاش بقات هاد الاصوات يعني اصوات شاده، ولا الشعب المغربي هو اللي كينتقدهم على داك السلوك اللي كيديرها. اما نتوما الجزائر حتى نمشيو في اطار ان هذا تيار كيستهدف الشعوب عندكم و اين هو دور المؤسسه في حمايه الشعب؟ لما كان هاد الناس كتقولوا نتوما استهدفوا الشعوب، فين هو دور المؤسسه باش تحمي هاد الشعب؟ فين هو دور المؤسسه باش توعي هاد الشعب الجزائري؟ يعني المؤسسه فاشله، فاذا به هاد التيار قوى على المؤسسه وتغلب عليها والناس اقتنعوا بهذا الحزب الاسلامي، جيتوا قتلتوا الناس. جاوبك. هذا هو اللي كاين. نجاوبك. اوكي نجاوبك وانا اتفق معك فيما قلت. نعم اتفق معك. نعم، هؤلاء يا اخي كريم في الجزائر في ذلك الوقت، وهذا ذلك الوقت ليس مثل صعود، ليس هو نفس الظروف الجيوسياسيه التي صعد فيها هذا التيار في المغرب.
ليست هي نفس الظروف الدولية والاستراتيجية التي صعد فيها هذا التيار في الجزائر، لأن هذا التيار لما صعد في الجزائر صعد يعني في أوج يعني تلك الدعاية لما يسمى يعني بالحركات الجهادية والصحوة الإسلامية إلى غير ذلك. فلنضع هذا جانبا. أوكي، أنا أتفق معك. في الجزائر قال لك يا أخي الكريم نحن السلطة بالبندوق أو بالصندوق، يعني لا يهم هكذا، أو يعني يعني كما شئتم يعني، وهذا يعني ضع هذا إلى جانب. نعم، نحن منحناهم نعم البلديات، وقد حكموا البلديات، وقد يعني الشعب كان شاهد ما فعلوه في البلديات. أتى الدور إلى البرلمان لما يا أخي الكريم أنا أتفق معك، نحن لم نعطيهم الفرصة، أنتم أعطيتهم الفرصة فمرروا التطبيع. اذا انتم غبلات، اذا انتم ما عطيتوهم غبلات، اذا انتم ما عطيتوهمش، اذا انتم ما عطيتوهمش الفرصة. لا كملش. نحن لم نعطيهم الفرصة يعني إلى يعني رهن الدولة إلى حسابات خارجية. أنتم أعطيتوهم الفرصة، هذا صحيح. ربما من خلال هذا الشيء لا أقول أنكم تجنبتم يعني ما قد حدث في الجزائر، لا، لأنه نحن نعرف هذه الجماعات يعني خصائصها وطبيعتها ومنطلقاتها وما تسعى إليه من دولة إلى أخرى. نعم، في المغرب في إطار كان هناك، لماذا أعطوا الفرصة؟ لأن هناك كان ربيع عربي يعني جعل منهم في المغرب متنفس للشعب المغربي، ويعني هي ليس يعني محاولة أو بالفكرة جيدة من النظام المغربي، يعني الامتصاص هذه موجة الخريف، أقول موجة الخريف العربي، فأعطي لهم الفرصة. ماذا فعلوا؟ تطبيع مع إسرائيل، هم من طبعا مع إسرائيل. هل نحن في الجزائر لو منحناهم الفرصة ماذا كانوا سيفعلوا؟ سوف يطبعوا مع إسرائيل، وسوف يبيعون البلاد من أجل أجندات خارجية، ونحن أنتم في المغرب نظام ملكي، نحن في الجزائر نظام جمهوري. كانوا سينسفون هذا النظام، ولأنه النظام الجمهوري في الجزائر هو يعني قوام الدولة الجزائرية، كانوا سيضربون بهذا شبه جمهوري الجزائرية عرض شبه جمهوري. لا بلاتي حبس علينا يسمع. لا اسمع، انا اقول حتى اختم، ما تقاطعني شمري، اعطيني فرصه، ما يمكنلكش انت تبقى تهضر. تقاطعني شمري، ما انا ختمت مريم. انا اقول اسمح لي بلاتي اولا لا انت اللي ما تبقاش تقولوش مارسيليسا لانه انا اسمح لي نتفاعل، حنا هنا نتفاعل. ما نتفاعلش، كمل كلماتي. علاش ما تفاعلش؟ نسمع لك، دوز اللي بغيتي وتزيد. نتفاعل هنا. كيفاش انت كتقارن؟ كيف تقارن بين المغرب والجزائر؟ ولا وجه للمقارنه. اولا ودخلتي موضوع التطبيع، بيتي كتدخل شي الخدشي في ما عرفتش يقولوا ليها. اولا حنا بلد ديمقراطي، حنا الدوله يعني ضامنت لهم حق انتخابات نزيهه، وكانت حنا الشعب المغربي من صوت عليهم، والشعب المغربي من لفظهم، هو اللي ما بقاش باغيهم. شتانه ما بين التجربه المغربيه المليئه بالديمقراطيه واللي فيها عبره للدول العربيه كافه، لان الاسلاميين في كل الدول العربيه راه حنا شفنا شنو جرى لهم، وانت عارف. لكن تكلمت نكل بهم الا في المغرب مارسوا حقهم السياسي والانتخابي، وشكلوا حكومه، وماشي حكومه واحده، حكومتين، حتى رفضهم الشارع المغربي كيف ما وصلهم. لا انا قلت للدوله المغربيه، اما انتم رفضتم. لا اسمح لي، لا مرروا لكم التطبيع، ما تبداش. شوف هنا، شوف المغرب كان منفردا واستثنائيا. شوف المغرب كان منفردا واستثنائيا في كل الدول العربيه، ما قدرش توصل لما فعله المغرب. خليني نكمل. اما انتم ما عطيتوهمش الحق، انتم تخوفتوا منهم، مجرد انهم اكتسحوا المجالس البلديه باقي مساكن، ما وصلوا للبرلمان باش يشكلوا حكومه، نكلتوهم وقتلتوهم ودرتوا فيهم الويلات
واللي نوفيه واللي في الاقامه الجبريه مساكن. بحال بن الحاج في الاقامه الجبريه الى يومنا هذا، واللي قتل وذبحتوا الشعب الجزائري و20,000 مختطف هكا بدم بارد انتقاما من الشعب الجزائري لانه صوت عليهم. العسكر قتل الشعب الجزائري لانه صوت عليهم واختارهم. اما نحن بلدنا وصلهم لسلطة الحكم وخلى الشعب هو اللي جابوه، هو اللي لان ما كانش عندهم ما يقدموا للشعب المغربي. فما تخلطش بين تجربه ديمقراطيه وتجربه ديكتاتوريه في بلادكم ودمويه سوداء وحمراء. اذا ما تطلعش لنا دير علينا الخرطي وتدخل التطبيع. اما انتم راه مطبعون بالعلالي. انا لا اخلط، انا اتكلم عن هذا التيار، قلت هذا التيار هو من تيارك راه من قرينا، راه كان هو اللي كيدير الحمله ديال التبون الاخيره، ولدرجه عندي ان التصريح ديالو قال لهم من قاس تبون كانه قاس زوجتي. واش تبقاش تهضر سي كمان نختم في 30 ثانيه او اقول هذا التيار هو سبب فشل التجربه الديمقراطيه في تونس، هو سبب تقسيم ليبيا، هو سبب العشرية السوداء في الجزائر، وهو سبب التطبيع في المغرب. خلاص غلطة مسيني. هذا هو يعني باش ممكن ناخذ الكلمة. خذ كلمة ياسين، خذ كلمة. واخا بالنسبة لماسينيسا كيقول لك حنا نظام جمهوري. شنو هو النظام الجمهوري؟ المشكله هو اننا ما بقيناش كنشوفوا النظام الملكي. كنقولوا الملك كيكون كيجي ولدو كيولي من بعد منه. نتوما ولاو البرلمانيين عندكم كيفرخوا لكم وليداتهم. عندك بن قرينه اللي قلتي حيدتيه ولدو عندك في البرلمان الشريف، وبوك الطايه ولدو عندك في البرلمان الشريف. ولا بغيتي نسمعك بوك الطايه، هذا الولد ديال بوك الطايه كيسبك انت والامثال ديالك، وكينعتكم بالكلاب من داخل البرلمان. كيقول لكم انا باق عنده الباور وانا نحكمكم والقافله تسير والكلاب تنبح. بغيتي تسمعوا كيقولها؟ بارك الله فيك. بغيتي تسمعوا كيقولها؟ اذا هذا لا يمثل الفصيل الاسلامي الذي تتهم. الفصيل الاسلامي خليني نكملها. ماشي سامحني يا سي ياسر، ما راحش نقاطعك، تعرفني ما راحش نقاطعك. وانا نقول هذا هو يقول هكذا وانا نشوفه كماسينيسا وما نتكلمش اكثر. هذا حمير سلطه في الجزائر، حمير سلطه. يعني لما نحتاجه يعني يتوجه الى دوله ما في اطار سياسه الدوله نبعثوه كلاب السلطه او حمير السلطه. اقولها لك يعني صراحه. يعني انتم ما عندكمش برلمان، عندكم اسطبل دابا، ما بقاش عندكم برلمان. ملي الاسلاميين حمير السلطه، هادو حمير السلطه، بواتهم حمير السلطه، وردا ولا كوري ما بقاش برلمان. بارك الله فيك. وفي المغرب هي ملكيه مطلقه. لا في المغرب ما عندناش اخويا هادشي. لما اراد المغرب يطبع اتى بحميره من السلطه. انا اتحداك كلمه التطبيع. منين جبتي لنا انت كلمه التطبيع؟ من اين اتيت بها؟ لما اراد المغرب ان يطبع من اين اتيت بكلمه التطبيع؟ انا نتمنى انا نهضر معك هنا. يا اخي لا اعطيني التطبيع. من اين اتيت بكلمه التطبيع؟ هنا غلقت باب النقاش يا ياسر اللي واقع. تكلمنا على العشريه السوداء. لا اعطيني كلمه التطبيع. عشريه سوداء كاينه، عشريه سوداء ما كاين حتى شي اسم اخر. اعطيني دابا شوف باش ما نتلاغاوش. ما كانش تطبيع يا ياسر. اعطيني كلمه التطبيع. من اين اتيت بها؟ منين جيتي بها؟ يا كيف من اين جئت بها؟ عندكم منين جيتي بها؟ اولا التطبيع في المغرب قديم ولكن لم يكن معلن. والسلطه في المغرب لما ارادت يعني اعلان. شنو هو التطبيع؟ خليني من السلطه، خلينا غير في كلمه التطبيع باش الناس يفهموا معنا. من اين اتيت بكلمه التطبيع؟ هو فتح العلاقات يعني السياسيه وكل شيء، الثقافيه الامنيه يعني مع هذا الكيان. والسلطه في المغرب لما ارادت يعني هل تعترفون انتم بالكيان ام لا؟ لما ارادت المغرب الاتجاه في هذا ماسينيسا احنا مطبعين، هل انت تعترف بالكيان ام لا؟ التطبيع هو ليس الاعتراف بالكيان. ماسينيسا دابا انا كنسولك، هل انتم كالجزائر تعترفون بهذا
بدولة إسرائيل أم لا؟ مادام ما عندناش مكتب اتصال في الجزائر نحن لا نعترف. اللي يفتح مكتب اتصال مثل ما حدث مع المغرب وفتحت يعني كيفاش لا دابا قول لي واش تعترف بها واش كتعترف بها ولا لا؟ فتح لها مكتب. لا نعترف ما عندناش وفي الامم المتحده وفي الامم المتحده هل تعترف بها ام لا؟ المنتظم الدولي تحكي على الامم المتحده. هل تريد ان نهضر على الجزائر داخل الامم المتحده؟ هل هي رافضه لدوله اسرائيل؟ احنا عضو في الامم المتحده واسرائيل هذه الامم المتحده اعترفت بها، ولكن سؤال سياسي سبيسيفيك. هل الجزائر تعترض على دوله اسمها اسرائيل داخل الامم المتحده؟ ياسر هذه حجه وتبرير ضعيف. مسينيسا هذا سؤال سياسي ما فيهش اللف والدوران. هل الجزائر تعترض على دولة اسمها إسرائيل داخل الأمم المتحدة؟ يا سياسر هذا السؤال هذا سؤال قديم ومعروف، هذا تبرير للتطبيع. يا ودي أنا مطبع لا أحتاج أن أبرر لك. أنا دابا كنقول لك خليني مني أنا مطبع دابا صافي سالينا. هل الجزائر تعترض على دولة قائمة على أرض فلسطين ومغتصبة لفلسطين في الأمم المتحدة؟ يا ولدك انا نعترف بها يا سياسر، ما نعترفش بها. كيفاش ما كتعترفش بها؟ ما كيهمنيش انا كنقول لك في الامم المتحده هل انت تعترض على دوله اسمها اسرائيل مغتصبه لارض فلسطين؟ انا كنزيد نقول لك اش دايره. طبعا نعترض عليها وموقف الجزائر ما شفت في متى التاريخ السنه انا نقول لك بان اسرائيل في تاريخها مع الجزائر هي من أشرفت على قيامك كدولة. هل أنت تعترض عليها؟ كيف يعني أشرفت على قيامك؟ ورا هي موجودة قبل منك في الأمم هي وافقت عليك أن تكون لك دولة 62. يعني لأن أنت في 62 أنت كتكذب على الناس كتقول لهم خديت الاستقلال. إلا خديتي الاستقلال إيوا خلينا ما نهضروش بجوج مسينيسا كتقاطعني باش الناس تفهم الهضره فين غاديه. ما قاطعكش تفضل. الله يرحم لك الوالدين. في 62 كتقولوا خديتوا الاستقلال. الا خديتوا الاستقلال لماذا احتاجت الامم المتحده الى التصويت؟ ما احتاجتوش في المغرب، ما احتاجتوش في ليبيا، ما احتاجتوش في تونس، ما احتاجتوش في مصر، ما احتاجتوش في مالي، ما احتاجتوش في تشاد، احتاجتو غير في الجزائر. انا ما غنحرجكش لانها قيام دوله جديده وبرلمان جديد وحكومه جديده. هذا فخر. اذا فخر ان اسرائيل ساهمت. شوف اسرائيل ساهمت في قيام دوله الجزائر. السؤال من جديد، هل الجزائر تعترض داخل الامم المتحده على دوله اسمها الجزائر؟ على دوله اسمها اسرائيل؟ نجاوبك. جاوبك وبكل صراحه. شوف، اولا لماذا لم تستشر المغرب؟ لانه يا اخي الكريم استعماركم واستقلالكم لم يكن بيدكم كشعب. اولا لانه جاء ملك عبد الحفيظ. يا ودي حنا ما عندنا والو. خليني نكمل يا عندنا الملوك بعنا البلاد، ما عندنا والو، عندنا الخونه، عندنا كل شيء. خليني في السؤال المحدد. لماذا الجزائر لم تعترض ابدا منذ 62 الى 2025 ضد دولة اسمها إسرائيل؟ هل تعترض عليها داخل الأمم المتحدة؟ أعطيني سؤال محدد. هل الجزائر تعترض على وجود دولة قائمة بذاتها اسمها إسرائيل داخل الأمم المتحدة؟ كملت سياسر. يا سياسر لما نقول لك لما تعطيني سؤال محدد نجاوبك بجواب محدد. لما تعطيني سؤال ومعه مقدمات راح نجاوبك على المقدمات. انا ما عطيتك دابا لا مقدمات لا والو. انا عطيتك سؤال لماذا لا لماذا. انا في الاول ملي قلتي الجمهوريه والملكيه، انتم ملكيه، انتم لستم بجمهوريه، انتم فتوا الملكيه لهيه. حنا راه عندنا غير الملك اللي كيخلي ولده، انتم عندكم البرلماني كيخلي ولده. الاول وهذا الثاني كي درتي لها؟ ولا واقيلا عندكم الجمهوريه في الرئاسه والملكيه في البرلمان. هم ولاد البرلمانيين ومازال كيسبوكم وكيعايروكم وكينعتوكم بالكلاب.
هالمقاطع عندي. السؤال ياسر محدد. السؤال المحدد لآخر مرة: هل الجزائر تعترض داخل الأمم المتحدة على دولة اسمها إسرائيل؟ اوكي قلت لك انه ما تقارنش الجزائر مع دول الجبار. هذه يعني حتى ما تهاجمني وبعد تطرح لي السؤال. قلت لك ان الجزائر استعمارها واستقلالها كان يعني بيدها وبيد شعبها، وليس ممن يعني منح دولته. جاوب على السؤال مباشرة اللي طرح عليك ياسر، وجاوب على السؤال ديال إسرائيل. جاوب على السؤال. الجزائر لا تعترف، هذه معروف. الجزائر لا تعترف بهذا الكيان الذي يعني انتهك القوانين الدولية، لم يحترم يعني حدود 67 التي هي المفروض الدول العربية كلها تسحب يعني ترفع يدها عن هذا الكيان. وجود هذا الكيان بفضل قوى عظمى داخل يعني الأمم المتحدة، هذا لا يعني مثلا أن لها الشرعية. أنتم تتكلمون يعني بمنطق الأمم المتحدة وهي عضو في الأمم المتحدة. نعم، هي عضو في الأمم المتحدة بمنطق القوة. مثلا اتفاقية مثلا هذه سميها بالطاقة مثلا النووية. مثلا إسرائيل اخترقت قوانين هذه المنظمة الدولي فيما يخص بالطاقة النووية. هل حسبها أحد؟ هذا شيء معروف نعرفه كلنا. ولكن نأخذ بهذه مثلا الحجج. ما دام أن إسرائيل هكذا فإذا أنت تعترف بها، ونحن جزء من هذه المنظومة الدولية الأمم المتحدة، وإسرائيل تجلس معك في هذا المنظم الدولي، إذا خلاص الجميع. لكن لا ليس هذا الموضوع. إذن إدانة هذا الكيان، إدانته في جميع لا يجب أن ننسحب من هذا المنظم الدولي ومن هذه الأمم المتحدة. يجب أن نبقى فيه وندين أفعال هذا الكيان، ولا نخلق معه منصات للتواصل أو نفتح معه يعني أبواب للتواصل. ومن فعل ذلك فهو مطبع، هذا شيء معروف. قنوات التواصل مثلا عندكم مكتب، كان فتحتم مكتب، دخلتم في يعني اتفاقيات. دابا ما جاوبتينيش ماسينيسا. دابا ماسينيسا انا غير قول لي كيف تقول بان مثلا انا غادي نفترض، انا غنقدر نجاوب في بلاصتك، كيف ان الجزائر لا تعترف باسرائيل كدوله داخل الامم المتحده ويستقبل رئيس إسرائيل بالأحضان من طرف رئيس جزائري ويقول له if you need help let me know، إذا كنتم تريدون المساعدة فنحن هنا رهن الإشارة. ممكن تجاوبني على هذا؟ أو هل كان عندكم رئيس خائن في الجزائر؟ لم يستقبله. قلت أخذه بالأحضان وقال له رئيس جزائري يأخذ الرئيس إسرائيلي بالأحضان ويقول له إذا كنتم تريدوننا فنحن مستعدين للمساعدة. نجاوبك؟ نعم تفضل. نعم. يوسف ندوروا الكلمة، نديروا لها ندوروها. باغي تشوف الترمة ديالها يوسف؟ دابا حنا اللي كنهضروا ماشي باش خلينا ياسر من غير ما تداش فيه. حنا دابا هذا الحديث هذا ما عجبكش، طلع انت ودور ما الكلمه. شوف انا ياسر هضر صاحبي لا ما تفضل. دابا اعطيني يا ماسينيسا. رئيس الجزائر يحضن رئيس اسرائيل ويقول له نحن رهن الاشاره. تفضل اخي ماسينيسا، هل تعتبر هذا الرئيس خائنا؟ أنا أحترمك لأنك تنطلق من منطلقات وطنية وليس خارجية، مهما يعني كنت يعني تجحف في حقي وفي حق الجزائر. معليش. أنا أعتذر إن أجحفت في حقك، أنا أعتذر. معليش، لا ماشي مشكل. وسياسير مادام راك معاه نفس الشيء، لأني أعطيك أنك تنطلق من منطلقات وطنية وليس يعني منطلقات خارجيه خبيثه، ولو انه اعداء في المنطقه وننطلق من منطلقات من الداخل.
خلي نطحنوا بعضنا ربما كما يقولوا خلطها تصفى، معليش ماشي مشكل. شوف سي ياسر، التقى بهذا الرئيس انذاك يهود باراك، نعم يهود باراك، لم يستقبله وانما التقى به على هامش جنازة المرحوم رحمه الله الحسن الثاني في المغرب. واخا ومؤتمر وكان انذاك لا يا مصري السادسه والرئيس الجزائري والله انا نعيا هكذا. لا خليني نكمل كلامي. تلاقى به التقيتو، راه كان قايد صالح شخصيا كان قاعد مع العسكري ديال اسرائيل في شرم الشيخ. خلينا مريم لانه نبدا نطرش ومن بعد يقول لي سي ياسر راك تبدلت ووليت تتكلم بكلام ماشي هو هذاك. وتلاقى به على هامش جنازة المرحوم الحسن الثاني في المغرب، وكان انذاك ياسر عرفات وإيهود باراك يعني متقدمين جدا، يعني اقتربوا الى حل يعني نهائي للقضيه الفلسطينيه. وكان يهود باراك معروف بانه يعني مفاوض ودبلوماسي يعني في القمه. فقال له يعني بوتفليكا في اطار تلك المفاوضات التي كانت بين يهود باراك وبين ياسر عرفات، اذا احتجت الى شيء فنحن هنا يعني في دعم ذلك المسار الذي كان انذاك والذي اجهض. إذا لا نلتقف يعني حوادث على الهامش. التقى رئيس جزائري في المغرب في إطار جنازة مع رئيس إسرائيلي، لا هذا تطبيع، لا تطبيع شيء آخر يا أخي. ومن فرض من مرر التطبيع في المغرب فهم هؤلاء الإخوان. وأنا أقول لك هذا التيار نحن في الجزائر لا مكان له، وأقول لك هو المتسبب في العشرية السوداء، هو من قضى على الإبداع في الجزائر، هو من قضى على الفن في الجزائر، حارب الفنانين، حارب المبدعين، حارب الصحفيين، هو من دمر الاقتصاد التونسي في إطار ما يسمى بالنهضة في تونس وهدم السياحة، هو من قسم ليبيا إلى شطرين، وهو من مرر التطبيع في المغرب ولولا لم يكن التطبيع يمر. ولما خرج الشعب المغربي، والشعب المغربي ليس مطبع سامحني لا بلاتي بلاتي الله يرضي عليك، هربتي بزاف. انا اتكلم عن فكرتي المؤسسات الدوليه. خليني دابا شوف اسمع كمل فكرتي. تتزايدون علينا بان لا علاقه لكم مع اسرائيل. فكرتي ياسر لما خرج الشعب المغربي، ونحن نعرف ان الشعب المغربي بعيد لا على التصهيون ولا دابا ما كنهضروش على الشعب المغربي يا صاحبي. خلي الشعب المغربي. انا ماشي مغربي، وانا اللي كندوي معاك ما عندي حتى علاقه دابا بالمغرب. نتكلم معاك عن هذا التيار. لا خليني دابا معاك عن هذا التيار. اسمع الله يرضي. خليني نكمل الفكره تاعي يا صاحبي. خرج هذا التيار يركب الموجه. شوف خرج هذا ملي تكمل الجواب على السؤال ديالي دوز للشعب المغربي دير فيه اللي بغيتي. دابا نتكلم عن الجزائر. اسمع مقطع اخر كنعطيك شحال من هذا كنقول لك اخي الامم المتحده هل الجزائر تعترض؟ ما قدرتيش تجاوب. اعطيتك مثال ديال الرئيس ديالك من باب الامم المتحده وفي نفس الوقت ليس بحجه. ما تقاطعنيش وانا غنسد المايك مازينيسا. وفي نفس الوقت كنشوف المأجد نفسي القي مداخله واجتهد، بعدها تطلع مورايا يعني تضرب كل شيء في الحائط. لا ما تغيرش. كنهضروا على الجزائر كتجي تهضر لينا على المغرب. قلت لك سي ياسر من باب الامم المتحده هذا الشيء يعني حطوا على جنب من باب. انا ماشي حطوا على جنب. قول لي ان داخل المؤسسات الدوليه نحن معرضون لا نتكلم عن اسرائيل ولا نعترف بها. قولها لي. لا يا كمال اعطيني 2 دقائق الله يرضي عليك. قولها لي يا سيدي، قولها لي بقوه بانكم دوله لا تعترف باسرائيل. مش عندي دليل اخر حي نحطوا لك دابا قدامك باش تشوف. شوف باش نقول لك بكل صراحه، نعترف باسرائيل في حدود 67. بارك الله
إذن أنتم تعترفون بدولة اسمها إسرائيل إلى حدود 67 ياك؟ سامحني نكمل. هذه دولة إسرائيل هل بقيت في حدود 67؟ أنا ما كيهمنيش تكون في الحدود، ما تكونش دولة هي كلنا كنقولوا عليها دولة محتلة ودولة مغتصبة. ياسر لست أنا محور العالم ولا أنت، حنا رانا نتكلموا. إذن أنتم تعترفون بدولة إسرائيل. خليني نكمل. دولة إسرائيل في حدود 67. أوكي، هل هذه دولة إسرائيل بقات في حدود 67 أو خرجت من حدود 67 ولا ما خرجش ياسر؟ ما كاين حتى حدود دابا، كل شيء ديال إسرائيل. خرجت معناتها ياسر معناتها. وانا كنقولها لك، كنقول لك داو كل شيء. اذا من يقيم علاقات معها وهي دات كل شيء فهو مطبع. تفضل. المغرب يقول حدود 67 كما تقول، ولكن يدرب لواء جولاني في المغرب ما كايناش. هذاك الكذب ديالك وبهتان، هذاك الكذوب ديالك. ايوا اسمع، الى حنا كندربوا جولاني، اسمعني، الى حنا كندربوا جولاني انت كتعطيهم الكلمه باسم الدوله الاسرائيليه. وانا اقول شوف الفرق بيني وبينك. انا اقول ان سبب هذا التطبيع هم الاخوان عندكم، هم من وراتكم الاخوان في المقطع. خلينا نشوفوا المقطع مسينيسا، الاخوان في المغرب هم من خلينا نشوفوا المقطع. ياسير نشوفوا الاخوان في الجزائر. يلا واحبس مسينيسا باش نتصنتوا المقطع لان الصوت فيه ضعيف. I thank Her Excellency أشكر معالي الوزيرة أغابكيان على بيانها، وتعطي رئاسة مجلس الأمن الكلمة الآن إلى ممثلة إسرائيل. شكرا حضرة الرئيس. شكون هو هذا؟ شكون هو الإخوان هذا؟ عمر بن جامع. شكون هو السي كمال؟ عمر بن جامع. لمن كيعطي الكلمة؟ الممثل دولة إسرائيل. لماذا تزايدون علينا؟ تطبيع، طبعتم أليس هذا تطبيع؟ هذا فات التطبيع. وانك جالس ولا تعترف به أخ وصديق ودولة جالسة معك كتنيغوصي معاه وتحداكم أنه أعطي الكلمة لدولة فلسطين، أو يقول أنا أتحفظ، أو يقول الكيان. لماذا لم تستعمل كلمة الكيان هنا؟ فين هو؟ هرب مشى. إذا لماذا لم تستعمل هذيك الهرطقات وهذيك العشرفة وهذيك العربضة اللي كديروا علينا هنا وكيدير علينا تبون؟ لماذا لم تقوموا بها داخل مجلس الأمن الشريف؟ هنايا ديرها هنا. تشكر رئاسة مجلس الأمن ممثلة إسرائيل على بيانها. أشنو كيدير هنا عاوتاني؟ أشنو كيدير؟ يشكر ممثلة إسرائيل على بيانها. أكثر من التطبيع، أنت تزكي إسرائيل وتزكي ممثلة إسرائيل وتزكي البيان ديال إسرائيل، ونتحداك هذه مواقف مغربية في أي حفل وفي أي مؤسسة وفي أي اجتماع دولي. دابا نتوما راه ولاو عندنا. أنا راه ملي كنهضر مع مسينيسا، راه ملي كنهضر الإخوان مع مسينيسا وكأنني أتكلم مع مغاربة يمثلون حزبا سياسيا في المغرب. ما بقاش الفرق بيناتهم. هنا باش الإخوان يفهموا اللي كيبقاو يقولوا لك مسينيسا السمارة ولا ما يدوز عليها. وأنا أشكره لأنه كيكون معنا هنايا، ولكن المواقف ديال المغاربة أبناء جلدتنا راه هما ومسينيسا راه ما كيختلفوش. راه ولا مسينيسا في الجزائر ومسينيسات في المغرب. الكلام اللي كيقولوا مسينيسا، عرفتي شحال من واحد كيأيدوا الآن في واحد الحزب عندنا في المغرب، وهم جايين للتيك توك، هم تخشاو كمامر النحس، هم ولاو كاينين معنا هنايا على الجد اللي كيقولوا نفس الكلام واللي هما مسؤولين على هذا الشيء هذا. ولكن من المقصود بكلامهم ومن المقصود بخرجاتهم؟ غنقولوها بالعلالي، الملك عينيهم في الملك. هادو مسينيسا ومن معه ومسينيسات ديالنا اجتمعوا واتحدوا من اجل الضر بالملك.
ومن اجل الضرب بالملكيه في المغرب، ولقاو هاد الشماعه ديال اسرائيل راكبين عليها. دابا يطلع هنا يكمل معايا، عندي 3 المقاطع اخرين. مرحبا، ونشوفوا شكون اللي مطبع، حيت كنطلعوا معاكم ليفل بليفل، دقه بدقه، دقه بدقه، دقه